طب بذمتك مش المنظر ده جامد كده وانت جاي الصبح والشمس بتطلع من ورا السحاب وبص ومفيش ناس وعربيات؟ بذمتك واخد بالك كاشف من غر 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 بذمتك وكرشي فاضيانه من جوه، كل المحلات مقفوله، احنا هنفطر في البيت. لا ماشي عاوز افطر ماشي، انا عارف ان هي قافله بس منظر زي ده ما يستاهلش. بس حتى كرشي قافله. منظر زي ده ما يستاهلش. خليك طائر النورس هو بيطير في السماء. حبيبي اعمل كده عشان حبيبي موسيقى حزينه. والله يا ابو منظر جامد، منظر بسم الله ما شاء الله. ابوك بيفهمني في الفيديوهات؟ لا ما حدش بيفهمك غيري، مفيش حد مصري اصلا هيفهمك غيري. واقسم بالله لو ما اتخمدت دلوقتي الساعه 7 الصبح لو ما صحيتش وديني الليل ادخل اجيب السطل من الحمام عندكم وهغرقك ميه ساعه. هتعمل لي برانك في بيتنا مقلب؟ لا مش مقلب ما انا لو ما صحيتش معايا صحيت بالميه والله بتكلم بجد، انا ماليش فيه. انا ما اعرفش ابويا، انا جاي هنا عندي مهمه. لو انت عندك مهمه وطنيه فانا عندي مهمه وطنيتين، وطني الاول ووطني الثاني، اشرف وطني الاول واشرف وطني الثاني. خلاص انا راح انام. ماشي سير الناس. اللعبه دي اسمها بارشي، انا اتعلمتها من امتى؟ من اكتر من سنه اتعلمتها. في منها نظامين، في منها الكلاسيك اللي هو ما بقفش في الالوان اللي مش بتاعتي، وفي منها الاسبان اللي هو الجزء الاسباني. انا اتعلمت الاثنين. تلعبها معايا ولا انت؟ ممكن اعرف بالله لان راح اروح مصر واتعلمها واجي المغرب. ما حدش مصري يعرفها. لا انا راح اتعلمها مثلا هي هنا يا عم، هي اللي معلموها لي من تطوان على فكره. من تطوان. لا يا من شوان، هي شونيه اسمها نهيله بغنايم، هي شونيه. والله ما هي فعلا، والله ما هي. حد تاني اللي علمها لي اقسم بالله. شو علمك؟ والله حد تاني. انا من سنه ما كنتش عارف نهيله. يعني انا قلت لك اللعبه دي اسمها نهيله. يا عمي انا اقسم بالله ما اخو الله عز وجل يرحم والدك، مخي طار، كنت بجمع شيء خلاص. انا رحت في 60 اخ راحتك. اكتر حاجه من زمان اول ما بدات احب المغرب شدتني للمغاربه بجانب التاريخ وبجانب المعمار هو التاثر الاسلامي باللبس. يعني الهويه ما زالت موجوده لحد دلوقتي في اللبس الاسلامي. انا اسف ان انا هقارن، بس بعكس مثلا مصر، احنا في القاهره مثلا، انا ابن القاهره ما بلبسش عبايه وانا رايح اصلي، ولو لبسنا بنلبس عبايات السعوديه. ففين لبسنا الاسلامي؟ مش موجود. اما هنا في بصراحه لبس اسلامي ومتنوع زي الجبادور، لبس اسلامي متنوع. يعني انا بصراحه انا بعشق المغرب بامانه. عارفين مع ان موضوع الساعه ده هنا مضايقني شويه، بس اجمل حاجه فيه ان انا كل يوم بصحى بلحق الفجر. يعني في مصر الفجر بيأذن 4:30 وبينتهي لما الشروق يطلع تقريبا 25 دقيقه. فانت لو صحيت 6 تروح الشغل او صحي 6:30 عشان تروح الشغل فاتك الفجر. اما هنا الفجر بيدن 6:44 دقيقه 7:15 وبيفضل لحد 8:15 تقريبا او 8 وحاجه. فانت هتلحقه. يعني بصراحه دي اجمل حاجه هنا، انك هتلحق الفجر. ومن ساعه ما جيت البلد دي وانا بلحق الفجر الحمد لله. لحد اللحظه اللي انا فيها تخيل النهارده تقريبا 7 يوم ليا وانا حاسس ان انا لسه بحلم، وان انا في وقت وهقوم منه وهلاقي نفسي ان انا في البيت، وكل ده كان حلم. وبجد والله يعني مش مصدق. محمد اللي اتولد في دار السلام اللي ظروفه كانت بسيطة جدا ما كانش يتخيل ان هو يبقى سايح في المغرب. كنتش اتخيل ان انا ابقى موجود هنا دلوقتي. كنتش اتخيل. يعني دي كانت مش هقول اقصى طموحي، هو كان حلم بس كنتش اقدر اتخيله بسبب ان الفيزا كانت صعبة، وبسبب ان انا الظروف المادية ما كانتش سهلة ان انا اجي المغرب، وخد مني سنين ان انا اعرف احوش في فلوس وابدل الخدمة في الخدمة وازيد من المهارات وكده. فالحمد لله على كل شيء، وان شاء الله الحلم ده ما يخلص ان شاء الله. دي زوينه. بص انا بحترم جدا فوق ما تتخيلوا
تقاليد المغاربه في كل حاجه، قوانين المغاربه، تقاليد المغاربه، ثقافتهم، مهما كان. حتى يعني ما بسمحش لنفسي افكر ان هي تعجبني ولا ما تعجبنيش، لا هي واجبه الاحترام. الا ان الشمال بيصحوا متاخر، انا متاسف، مش الحاجه الوحيده اللي مش هقدر امشي عليها. يعني انا بمشي على اي حاجه مغربيه يعني من ساعه ما جيت هنا انا قلبت حياتي ان انا مغربي، مصري، بس عايش زي المغاربه. بس ان انا اصحى متاخر، انا اسف يا شماليين، انا اسف يعني. انتوا بتناموا كتير قوي بصراحه، يعني بتناموا كتير، وانا بسهر واصحى بدري. ده في حاله السفر، لكن لو انا عايش حياتي في القاهره لا بنام عادي، بنام بصراحه.